السلام عليكم. عندي لكم واحد الخبر وطني جميل، وانتم عارفين دائما كناتيكم بالجديد. وقبل ما نقول لكم هذا الخبر بغيت نعلمكم انني جزء منه. بغيتوا تعرفوا التفاصيل تبعوا معايا وانا متاكد غادي يعجبكم الحال. المسيرة الخضراء. غادي تقولوا لي يا عبد الكريم منيتك واش هذا خبر جديد؟ غادي نقول لكم راه نفس الشيء. انا غادي نشرح لكم. المسيرة الخضراء كانت في 1975 وبطعم خاص، اما هذه غتكون في 2023. المسيرة اللي غتكون بعنوان قافلة مغاربة العالم واصدقائهم لنصرة قضية الصحراء المغربية، وهذه هي النسخة الاولى ديالها تحت شعار وطني من طنجة للقويرة. المسيرة اللي غنحيو فيها امجاد الماضي، غنصلوا الرحم بصحرائنا وغنسلموا على ناسها، غنتمشاو في شواطئها وغتلامس اقدامنا كتبانها الرمليه، وغنشوفوا خيرات اراضيها اللي كتفتخر بالسياده المغربيه. هذه المسيره اللي غيشارك فيها مجموعه من الفنانين والرياضيين والاعلاميين والمثقفين، ولكن ابرز المشاركين هم مغاربه العالم، مغاربه اوروبا وامريكا وكندا، المهم اي بلاصه طاحت لك على بالك. ومن ابرزهم الجاليه المغربيه اليهوديه المقيمه باسرائيل. مغاربه العالم اتفقوا على مكان للتجمع واللي غيكون نقطه الانطلاقه شواطئ مدينه مارسي الفرنسيه. مئات المغاربه غيجيو على متن باخره سياحيه كلها اعلام مغربيه، وغيحطوا الرحال بمدينه طنجه، وغيتجمعوا بخوتهم المغاربه اللي في ارض الوطن. ومن هنا غينطلقوا في المسيره البريه، مسيره وطني من طنجه للقويره، المسيره اللي المنبع ديالها حب الوطن والتشبت بالعرش، وباش يشوف العالم ان المغرب كان ولا زال وسيبقى صاحب السياده على الصحراء المغربيه. فكرة المسيرة تخدات من خطاب ملكنا محمد السادس نصره الله، خطاب الذكرى 39 للمسيرة الخضراء، وحيث قال بتاريخ 6 نوفمبر 2014: الصحراء ليست قضية الصحراويين وحدهم، الصحراء قضية كل المغاربة. وكما قال في خطاب سابق: الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود. وعلى هذا الأساس غيكون مشروع هذه المسيرة، واللي غنسعوا من خلاله ترسيخ هويتنا المغربية وقيمنا العريقة والتزامنا الدائم بالدعم لقضيتنا الوطنية. ودابا غادي نقول لكم علاش انا جزء من هذا الخبر. المفاجاه انهم اختاروني ندير التغطيه الاعلاميه لهذا الحدث بالتدقيق والتفصيل، وغنكون معاهم خطوه بخطوه في هذه المسيره، واللي غادي تدوم اكثر من 10 ايام ذهبا وايابا. الاختيار ديالهم ليا ما كانش غير هكاك وبلا ما نزكي نفسي، وانا غادي نقول لكم السبب. ناس قراو في عيني حب الوطن، من اول اتصال وافقت وبدون مقابل، وكان هذا هو الاساس. يكفي ان مغاربه العالم هما اللي مكلفين بهذه المسيره ومن جميع النواحي ومن مالهم الخاص، وهذا الشيء بتاثير من جمعيه المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم، وهذه الجمعيه كاينه داخل ارض الوطن، ومن جمعيه اخرى كاينه خارج ارض الوطن واللي هي جمعيه اورو افريك المتواجده ببلجيكا. المسيره غتكون في 20 اكتوبر ان شاء الله. غادي تعيشوا معايا الاجواء لحظه بلحظه. اما هذا كان فقط غير مقطع المقدمه، مازال مقاطع اخرى غادي نتكلم فيها بالتفصيل عن حيثيات هذه النسخه، وانتظروا ان شاء الله الجديد على هذا الموضوع في اقرب وقت. وطبعا بلا ما نوصيكم ما تنساوش المتابعه وشي جاي من الفيديو وشي تعليق زويون، والسلام عليكم.